فيلمنا النهارده بيبدأ مع بنت اسمها سام، وبنعرف انها يتيمة وعندها 18 سنة، وسام عايشة في دار ايتام مع صاحبتها الصغيرة هيزل اللي عندها 8 سنين. وبيبان ان سام وهيزل بيحبوا الغنى والرقص، وعلشان كده بيصوروا فيديو وهما بيغنوا وبيرقصوا، وسام بتفضل ترقص وتغني مع هيزل قدام الكاميرا، والاتنين مبسوطين جدا. ولكن كالعادة حظ سام بيكون سيء لدرجة ان الديكورات اللي كانت مجهزاها وقعت عليها من غير اي سبب. ساعتها سام استغربت من اللي حصل، لكن هيزل ما اتفاجئتش لانها عارفة ان سام طول الوقت حظها وحش، وعلشان كده هيزل خدتها على اوضتها وورتها التمام بتاعة الحظ اللي عندها، وقالت لها تختار واحدة منهم يمكن حظها يتعدل. وهيزل حكت لسام انها جمعت التمام دي كلها على امل ان الاسرة اللي هتزورها يوم الجمعة توافق تتبناها وتاخدها تعيش معاهم. وكملت كلامها وقالت ان ناقصها بس قرش الحظ، ولو لقيته حظها هيبقى جميل وكل حياتها هتتغير للاحسن. ساعتها سام وعدتها انها هتدور على قرش الحظ، واول ما تلاقيها هتجيبه لها فورا. وهيزل شكرتها جدا واستعدوا يكملوا تصوير الفيديو اللي بدأوه، لكن فجأة المشرفة دخلت عليهم وقالت لسام ان موظفة الشؤون الاجتماعية جت علشان تاخدها على بيتها الجديد، لان سام خلاص بقت 18 سنة وجه الوقت اللي لازم تعيش فيه لوحدها بعيد عن الدار. وسام طلبت من المشرفة انها تفضل يومين كمان علشان تلحق تودع هيزل قبل ما تروح مع الاسرة اللي هتتبناها، لكن المشرفة وضحت لها ان دي قوانين ومش بايدها انها تخالفها، وقالت لها انها ممكن تيجي يوم الجمعة وتزور هيزل وتسلم عليها قبل ما تسيب الدار. ساعتها سام اتضايقت جدا ورجعت تلم حاجتها وتودع هيزل، وسام قالت لهيزل انها هتزورها قبل ما تمشي من الدار. فهيزل فرحت وفكرت سام تاني بموضوع قرش الحظ وقالت لها ما تنسيش تدور عليه. بعدها سام ركبت العربية مع موظفة الشؤون الاجتماعية وكان معاها صندوق فيه كل حاجتها، وسام فتحت الصندوق ومسكت صورة لها وهي صغيرة، وافتكرت اليوم اللي اتصورت في الصورة دي. اليوم ده كان اول ميعاد لزيارة اسرة كانت هتتبناها، لكن فجأة الاسرة لغت الزيارة. وقتها سام اتضايقت جدا وزعلت، ومن بعدها كل مرة يتحدد لها ميعاد اسرة علشان تتبناها الموضوع ما يكملش لحد ما كبرت وبقت 18 سنة ومفيش اي اسرة وافقت تاخدها. والموظفة وصلت سام لبيتها الجديد وادتها المفاتيح، لكن هم واقفين واحد معدي في الشارع خبط في سام والمفاتيح وقعت منها جوه البلاعة. بس الموظفة ما اتفاجئتش لانها عارفة ان سام دايما حظها وحش، وعلشان كده كانت عاملة حسابها وجايبة نسخة تانية من المفاتيح. وتاني يوم سام صحت من النوم على صوت ماكينة قص الزرع، ولانها كانت سايبة شباك اوضتها مفتوح اوراق الزرع طارت ودخلت جوه الاوضة. فسام جرت بسرعة عشان تقفل الشباك، لكنها فقدت توازنها ووقعت على السرير. وبعدها اكتشفت انها اتأخرت على شغلها وقامت بسرعة وراحت على الحمام علشان تستحمى، لكن المكنسة وقعت على أكرة الباب وسام اتحبست جوه. فمسكت انبوبة معجون الاسنان ورفعت بها المكنسة لحد ما قدرت تفتح الباب وتخرج. وبعدها حاولت تعمل فطار لنفسها، لكن الاكل وقع منها على الارض. فخرجت من البيت علشان تروح للشغل، بس لقيت كاوتش عجلتها نايم. فمسكت المنفخ ونفخت العجلة بسرعة واخيرا قدرت تتحرك في طريقها للشغل. وبالرغم من كل المصايب اللي حصلت لها سام وصلت شغلها في ميعادها. وهناك سام قابلت صاحب الشغل اللي اسمه مارف اللي رحب بيها وفهمها طبيعة الشغل، لكن كالعادة حظ سام كان سيء وعملت مشاكل كتير في الشغل. ومارف لقى ان وجودها جوه المكان عامل لخبطة، فخرج بها بره وطلب منها تراقب عربيات التسوق علشان يبعدها شوية عن المشاكل اللي ممكن تحصل. وعدى الوقت وجه يوم الجمعة وسام راحت دار الايتام علشان تودع صاحبتها هيزل قبل ما تمشي مع الاسرة اللي هتتبناها، لكن المفاجأة ان الاسرة اجلت الميعاد ليوم الاحد. وهيزل كانت حزينة جدا وخايفة لانها بدأت تحس انها ممكن تبقى زي سام وتوصل 18 سنة من غير ما حد يتبناها. وساعتها سام حاولت تهون عليها وقالت لها انها واثقة ان الاسرة هتيجي يوم الاحد وتتبناها. وبالليل سام راحت تقعد في الكافيه، لكنها لقيت كل الترابيزات محجوزة، فاتضايقت جدا وحست قد ايه حظها نحس، وقعدت قدام الكافيه وهي زعلانة. وفجأة ظهر قط اسود وقعد جنبها، وسام قررت تديله نص الاكل اللي معاها، والقط فرح واكل الاكل كله وبعدها مشي. بعدها سام لقيت عملة معدنية شكلها غريب مرمية على الارض. افتكرت على طول كلام صاحبتها هيزل عن قرش الحظ، وسام اتمنت ان العملة دي تكون هي نفسها قرش الحظ اللي هيزل كانت بتدور عليه. وتاني يوم سام استغربت جدا لانها صحيت بدري عن ميعاد شغلها، ولما بصت من الشباك لقيت العامل بيقص الزرع، لكن المرة دي ولا ورقة دخلت اوضتها. غير كده كمان كل حاجة حواليها بتمشي تمام ومفيش اي مشاكل بتحصل ليها، واضح كده انها اتخلصت من حظها الوحش. ومن هنا بقى يا صديقي سام استنتجت ان القرش اللي معاها ده فعلا هو قرش الحظ، وعلشان كده قررت تروح تزور هيزل وتديها القرش. وسام راحت شغلها الاول، والغريب ان ما حصلهاش اي موقف وحش طول اليوم. واول ما خلصت شغلها استعدت تروح لهيزل، لكن قبل ما تمشي دخلت الحمام وللاسف قرش الحظ وقع منها جوه. وسام اتضايقت جدا وقررت تروح لنفس المكان اللي لقيت فيه القرش في الاول على امل انها تلاقي واحد تاني بدل اللي ضاع. وبالصدفه القط ظهر هناك، وكان واضح ان هو كمان بيدور على حاجه ضايعه. والقط سمع سام وهي قاعده تندب حظها على القرش اللي ضاع منها، فتعصب القط وهاجمها بالكلام وقال لها انها السبب انها ضيعت قرش الحظ بتاعه. فسام اتصدمت لما لقيت القط بيتكلم زي البشر، وبصت على الطول اللي لابسه ولاحظت انه عليه نفس الرسم اللي كانت على قرش الحظ. ساعتها اتاكدت ان القط ده هو صاحب القرش، وطلبت منه يديها قرش حظ تاني بدل اللي ضاع، لكن القط سابها وجري في الشارع. فسام جريت وراه لحد ما لقيت القط واقف في مكان غريب قدام لوحه مفاتيح وبدا يكتب كلمه مرور. وفجاه اتفتحت قدامه بوابه والقط نط جوه البوابه، وسام ما ترددتش ونطت وراه. واتفاجئت انها اتنقلت لمكان تاني اسمه ارض الحظ، وهناك عرفت ان القط اسمه بوب وانه واحد من سكان الارض دي. وبوب اول ما شافها
اتخض جدا وقال لها ان وجود البني ادمين هنا ممنوع تماما، بس سام حاولت تطمنه وقالت له انها هتمشي من المكان بس بعد ما يديها قرش حظ جديد. فبوب وضح لها ان هو اصلا ما اداهاش قرش الحظ كهديه، لكن الحقيقه ان القرش ده بتاعه هو وقع منه وهو بياكل الوجبه. وكمل كلامه وقال ان سكان ارض الحظ بيفقدوا حظهم لما بينزلوا عالم البشر، وعشان كده بياخدوا معاهم قروش الحظ تساعدهم هناك. وبوب قال لها كمان انه كان المفروض يسلم القرش لمستودع قروش الحظ. وفجاه وهما بيتكلموا ظهر 2 من الجن المسؤولين عن المستودع، فسام بسرعه جرت واستخبت وسمعتهم هم بيسالوا بوب عن قرش الحظ بتاعه. فبوب رد وقال لهم ان صديقه جيري هو اللي هيسلمه بداله. فسام فهمت من الكلام ان جيري عنده صلاحيات يقدر يدخل بها المستودع، وعلى طول جالها فكره ذكيه وطلبت من بوب يساعدها تاخد قرش الحظ من المستودع علشان تدي لصاحبتها هيزل، وبعدها هتمشي وتسيب ارض الحظ. وبالمقابل سام قالت لبوب انها هتديله زرار من شنطتها يحطه في ماكينه تسليم القروش، وبكده محدش هيلاحظ وهو كمان مش هيبقى في ورطه. فبوب اقتنع بالفكره ووافق على الخطه، وبعدها راح يتكلم مع المشرفه وبدا يشتتها علشان يدي فرصه لسام تعدي من البوابه. وفعلا سام دخلت من البوابه، وبعدها بوب حط الزرار في ماكينه تسليم القروش ودخل هو كمان جوه ارض الحظ. وبعدها بوب خد سام وراح على اوضه خلع الملابس، وهناك فتح بوب دولاب صاحبه جيري وخد منه هدوم واداها لسام علشان تلبسها. واول ما خلصوا دخلت عليهم 2 من الجنيات واستغربوا جدا من حجم سام الكبير، بس بوب بسرعه لفها بكذبه وقال لهم ان سام جنيه جايه من لاتيفيا وان طبيعي ان الجنيات هناك يكونوا ضخمين بالحجم ده. فالجنيات صدقوا كلام بوب ورحبوا بسام ومشيوا. وبعدها اتحرك بوب وسام ناحيه مستودع قرش الحظ، وسام كانت منبهره جدا بارض الحظ وشافت قد ايه كل حاجه ماشيه زي الفل ومفيش اي حد هناك بيحصل له موقف وحش. وبعدها قابلوا جيري، وبوب عرف سام عليه وقال له انها جنيه من لاتيفيا وان اول يوم لها في شغل المستودع وطلب منه يساعدها. وجيري رحب بسام واخدها ودخلوا المستودع، وهناك عرفت سام ان مهمتها انها تلمع قروش الحظ، لكن للاسف ما قدرتش تاخد ولا واحد من القروش اللي بتلمعها، وبسبب عدم تركيزها عملت فوضى كبيره في المكان واشتغلت صفارات الانذار. وفجاه ظهر قوات مقاومه الحظ السيء علشان يفتشوا المكان ويعرفوا سبب الفوضى. فبوب ما لقاش حل غير انه يعترف لجيري بالحقيقه وقال له الموقف كله، وطلب منه يساعده هو وسام يحلوا مشكلتهم. فجيري وافق يساعدهم وشرح لهم خطته، قال انه هيستخدم واحده من طيارات الدرون اللي بتستعملها المشرفه في تعقب اي قرش حظ بيضيع على ارض البشر. الخطه ان هم هيبعتوا الطياره على الارض ويتحكموا فيها وتفضل تدور لحد ما تلاقي قرش الحظ اللي ضاع من سام، وبعدها ترجع بقى على ارض الحظ. وجيري وضح لهم ان الطياره بتشتغل بكريستاله الحظ، واتفقوا ان بوب وسام يروحوا يجيبوا الكريستاله وجيري في نفس الوقت يروح يجيب الطياره من المخزن. وبعدها سام راحت مع بوب على المكان اللي بيتصنع فيه كريستاله الحظ، وهناك اتفاجئت بواحده اسمها بيب وهي انثى تنين. وسام عرفت ان بيب دي المسؤوله الكبيره عن ارض الحظ كلها، وبيب بيكون عندها قدره غريبه وهي انها بتشم ريحه الحظ السيء في اي مكان. وبوب على طول طلب من سام انها تستخبى علشان بيب ما تشمش ريحه الحظ الوحشه اللي طالعه منها. واول ما بيب مشيت من المكان بوب وسام اتحركوا بسرعه وقدروا ياخدوا كريستاله الحظ. وفي نفس الوقت جيري كان نجح يطلع الطياره من المخزن وخد الكريستاله من بوب وحطها جوه الارنب وشغلها. وبعد كده بوب وسام راحوا على غرفه التحكم، وبوب نجح انه يخدع واحد من الارانب اللي هناك ويقعد مكانه، واستخدم الكمبيوتر وفتح البوابه وبعتوا الطياره من غير طيار على ارض البشر. وبوب قدر يتحكم فيها ويوصلها لغايه الصرف الصحي في المدينه، والطياره لقيت قرش الحظ ورجعت بيها على ارض الحظ. وجيري كان واقف مستني الطياره عند البوابه، لكن لقى هي وقرش الحظ غرقانين في ميه الصرف الصحي، وفكر بسرعه يجيب جوانت علشان يمسك القرش من غير ما يتوسخ. لكن فجاه جهاز النظافه الآلي شفط الطياره كلها جواه. في اللحظه دي بوب وسام خرجوا من غرفه التحكم واتصدموا لما جيري قال لهم ان الطياره وقرش الحظ اتسحبوا على قسم النظافه. على طول بوب وسام اتحركوا بسرعه علشان يلحقوا القرش وركبوا الاسانسير، لكن سام دست على زرار بالغلط فنزلوا على ارض الحظ السيء اللي جاذبيتها معكوسه عن جاذبيه ارض الحظ الحلو. وسام استغربت جدا من اللي بيحصل، واول ما باب الاسانسير اتفتح وقعت وخرجت بره وحاولت تدخل تاني، لكن كالعاده حظها الوحش منحها. وبوب ساعدها وقال لها على الطريق اللي تمشي فيه وشرح لها ازاي توصل للبوابه رقم 13 وتعدي منها على ارض الحظ الحلو. وسام جريت بسرعه واستخبت من الموجودين هناك لحد ما وصلت فعلا البوابه رقم 13 ودخلت منها ورجعت تاني على ارض الحظ الحلو. بعدها بوب وسام راحوا على قسم النظافه واستخبوا بسرعه قبل ما جيف اللي مسؤول عن المكان يشوفهم. وبوب لاحظ ان في شويه حبوب من الحظ الوحش لازقه في رجلين سام، وفجاه جه جيف وبدا ينظف الارض من الحبوب دي لحد ما قدر يوصل عند مكان بوب وسام. ولحسن حظهم جيف افتكر ان الحبوب دي متسربه من الخلاط اللي بيجمع فيها الحظ السيء، وبيبان ان جيف طيب جدا ورحب ببوب وسام، خصوصا انه محدش بيزوره ابدا في قسم النظافه. وسام سالته ازاي بيقضي وقته كله لوحده، فبدا يحكي لها انه في الاول كان بيتضايق جدا من الوحده وكان ده مأثر على شغله. وفي يوم الخلاطه بتاعته انفجرت وجسمه كله غطى بحبوب الحظ الوحش، لكنه قال ان اللي عالجته وقتها كانت بيب مديره ارض الحظ. وسام اتفاجئت لما عرفت ان جيف حب بيب من اول ما شافها، ومن وقتها وهو عايش على ذكر الحب ده. ووراها صوره ليه معاها وقت ما كانت بتعالجه، وكان باين عليها حزين جدا علشان بيب مش بتحبه زي ما هو بيحبها. وفي نفس الوقت بوب كان بيدور وسط المخلفات على الطياره اللي فيها قرش الحظ، فجيف قرب منه وساله بيدور على ايه. بوب رد عليه وقال له بدور على طياره من غير طيار كان فيها قرش الحظ بتاعي. فجيف قال له انه
فعلا ليه طياره من شويه وكان فيها قرش الحظ، بس بعت القرش على المستودع علشان يتطهر لانه كان غرقان في ميه الصرف. بعدها بوب وسام رجعوا ارض الحظ، وبوب كان محبط جدا لانه ما قدرش يرجع القرش، لكن سام فاجئت بوب وقالت له انها عندها خطه جديده تجيب بها قرش حظ جديد. وبيظهر ان سام كان معاها حبايه من حبات الحظ الوحش، فبتاخدها وبتروح على مكتب بيب وبتطلب انها تقابلها. واول ما بيب شافت سام على طول شمت ريحه الحظ السيء، فاستدعت قوات مقاومه الحظ السيء علشان يتخلصوا من الحبايه اللي لازقه في رجلين سام. بعدها سام طلبت من بيب انها تديها قرش حظ جديد، وفكرتها باللي عملته مع جيف زمان لما اتصاب بالحظ الوحش وهي ساعدته. وبيظهر هنا ان سام اكتشفت ان بيب كمان بتحب جيف، بس هي كانت فاكره انه ما بحبهاش. ولما سام فكرت بيب باحلى ايام حياتها، بيب اتاثرت وادت لسام قرش حظ جديد علشان يساعدها تقاوم تاثير الحظ الوحش. وسام شكرت بيب وخرجت من المكتب مبسوطه وجريت بسرعه على بوب علشان تعرفه باللي عملته، لكنها اتصدمت لما شافت المشرف وهي قابضه على بوب، وده علشان اكتشفت انه خدعها وحط ظرف الماكينه بدل ما يحط قرش الحظ. وسام جريت عليها بسرعه وقدمت لها قرش الحظ الجديد اللي معاها، وقالت لها ان القرش ده واقع من بوب وهي اللي لقيته. والمشرفه صدقتها وخدت القرش وحررت بوب. بعدها بوب شكر سام لانه حس انها انقذته وما استغلتش الفرصه وخدت القرش لصاحبتها هيزل، لكن سام طمنته وقالت له انها عندها خطه تانية وهتقدر بها تساعد هيزل وتخلي حظها حلو. وبعدها راحوا هما الاتنين على قسم النظافه، وسام استغلت ان جيف كان مشغول بيمارس الرياضه وراحت على خلاطه الحظ الوحش ووقفتها. وبكده سام منعت الحظ الوحش انه يوصل للارض، وشرحت لبوب ان هيزل دلوقتي هتقابل الاسره اللي هتتبناها، وبما ان مفيش حظ وحش بيوصل للارض فاكيد حظ هيزل هيكون حلو والاسره هتتبناها. وبعدها سام قررت انها تمشي من ارض الحظ، لكن فجاه الخلاطه انفجرت وحبوب الحظ الوحش غطت ارض الحظ كلها. وبوب وسام جريوا بسرعه يحاولوا يلاقوا حل، بس بسبب الانفجار ده الحظ الحلو نفسه ما بقاش يوصل للارض. وساعتها سام بتشوف صاحبتها هيزل حزينه جدا لان الاسره اللي المفروض كانت تتبناها ما جاتش الدار اصلا. وبعدها بيب ظهرت وبدات تدور على حل للمصيبه اللي حصلت، وابتدت تدور على قروش حظ مش ملوثه بحبوب الحظ الوحش عشان تقدر تصنع منها احجار الحظ وتصلح عجله الحظ. بيب طلع قرش حظ كان مخبيه في الطوق بتاعه واداه لبيب، لكن للاسف القرش ده كمان طلع ملوث وبيب مش هتقدر تستخدمه. وساعتها بوب كشف السر اللي كان مخبيه عن الكل، انه اصلا من سكان ارض الحظ الوحش، وانه ليه القرش بالصدفه وخباه في الطوق علشان الحظ يلازمه ومحدش يكتشف حقيقته. وسام قررت هنا تعترف لبيب هي كمان، وقالت لها انها من البشر وانها السبب في كل اللي بيحصل ده. وبيب اتضايقت جدا منها لانها حست انها اتخدعت وسابتهم ومشيت. وسام قعدت حزينه هي كمان لانها مش بس ما قدرتش تساعد هيزل لكن كمان تسببت في دمار ارض الحظ. بس بوب حاول يواسيها وقال لها انها افضل انسان قابلها في حياته وانها دايما بتفكر ازاي تساعد اللي حواليها. الكلام ده فرح سام وخلاها تبدا تفكر في طريقه تصلح بيها غلطتها. فافتكرت لما كانت في ارض الحظ الوحش وشافت حاجه شبه حجر الحظ الحلو، وبوب اخدها وراحوا سوا على ارض الحظ الوحش. وهناك قابل رودي صديق بوب، وسام حكيت له على اللي حصل، فقال لها ان اللي شافته كان عباره عن مجموعه من حبوب الحظ الحلو وانه كان بيجمعها من فتره طويله. وقال لها كمان انه كان مخبيهم علشان اصحابه في ارض الحظ الوحش يبقى لهم نصيب من الحظ الحلو. وفي الاخر رودي قرر انه يدي الحبوب لسام علشان ننقذ بيها ارض الحظ الحلو. ورودي بيقول لسام ان هو واللي معاه مش هيتاثروا لو حبوب الحظ الحلو اختفت من عندهم، لانهم خلاص عرفوا فوائد الحظ الوحش، ومن اهم الفوائد دي انهم اتعلموا ازاي يتعاملوا مع المواقف الصعبه. وبعدها سام راحت لبيب وادتها حبوب الحظ الحلو مع حبوب الحظ الوحش، وبيب فرحت جدا وبدات تصنع احجار الحظ علشان تحطها في عجله الحظ وتشتغل من تاني. لكن سام اكتشفت ان بيب ناوي تحط احجار الحظ الحلو بس علشان تخلي العالم كله حظه حلو وما يبقاش في حد حظه وحش. ساعتها سام جريت عليها بسرعه ومنعتها وقالت لها ان لازم تحط كمان حجر الحظ الوحش في عجله الحظ، وقالت لها ان الحظ الوحش ساعات بيكون مفيد جدا. وفكرتها ان الحظ الوحش هو اللي خلاها تقابل جيف حب حياتها، وكمان هو اللي ساعدهم يوصلوا لحبوب الحظ الحلو. يعني باختصار الحظ الوحش هو السبب في انهم ينقذوا ارض الحظ الحلو من الدمار. فبيب اقتنعت بكلام سام وحطت حجر الحظ الوحش في مكانه، وساعتها عجله الحظ بدات تلف من جديد وتحقق التوازن وارض الحظ رجعت لطبيعتها. وبكده الحظ ابتدى يوصل لارض البشر من تاني. وبعدها سام شافت هيزل وهي فرحانه جدا لان الاسره اخيرا وافقت تتبناها، وسام اخدت معاها كل اهل ارض الحظ الحلو وراح يزوروا اهل ارض الحظ الوحش. وهناك سام ادت رودي حجر الحظ الحلو وشكرته على المساعده الكبيره اللي عملها معاهم. وجه الوقت اللي سام تودع فيه الكل علشان ترجع للارض تاني، لكن فجاه اتفاجئت ان بوب طلب منها تاخده معاها ويعيشوا سوا كعيله واحده. وسام وافقت وحضنته، ومرت سنه وبقت سام هي مديره المكان اللي بتشتغل فيه. وبعد ما خلصت شغلها اخدت بوب وراحوا يزوروا هيزل في بيتها الجديد، وخدوا هيزل معاهم علشان يقضوا عطله نهايه الاسبوع سوا. وبينتهي فيلمنا برساله جميله جدا ان الحظ الحلو مش هو كل حاجه في الحياه، وان ساعات الحظ الوحش هو اللي بيعلمنا ازاي نكون اقوياء، وان الاجمل اننا نتقبل الاتنين ونكمل طريقنا بابتسامه. اشوفكم في فيديو جديد، سلام.